يا ترى ايه هي قصة وفاة علاء ولي الدين الحزينة؟ هو يا ترى فعلا علاء ولي الدين شاف رؤية اتنبأت الرؤية ديت بوفاته؟ ويا ترى فعلا بعد 19 سنة من وفاته وهم بينقلوا جثمانه لمقابر العيلة لقوا جثمانه زي ما هو ما تحللش؟ تعالى كده صلي على سيدنا الحبيب. ولو انت اول مرة تشوفنا على اليوتيوب، انا محمد زلط ودي قناتكم المتواضعة، فشرفوني بالاشتراك في القناة وصلي كده على سيدنا الحبيب واسمع يا سيدي. اللي قدامك في الصورة ده فنان كلنا حبناه، كان يضحك بس كده قدامك كنت تحبه من غير ما يتكلم. الفنان ده في يوم وليلة كده عام 2003 وبالتحديد أول أيام عيد الأضحى المبارك مصر كلها بتصحى على خبر وفاة علاء ولي الدين، مع ان علاء ولي الدين يعتبر هو الفنان المصري الوحيد اللي حبه الناس له وان شهرته اكتر من اعماله. يعني مثلا ادوار بطولة مطلقة عمل حوالي 3-4 اعمال مش كتير يعني، ورغم ذلك كان مشهور جدا وفي نفس الوقت كان محبوب جدا. طب يا ترى الشخص ده ما كملش من العمر 40 سنة، كان حوالي 39 سنة و6 شهور مصر كلها تصحى بخبر وفاة علاء ولي الدين. اسمع يا سيدي الحكايه. علاء ولي الدين اولا كده كان مريض سكر، كان عنده السكر، ما كانش مهتم قوي بالمرض، كان بياكل كل حاجه وبياكل اللي في نفسه. ولما كان حد يقول له يا علاء السكر ولازم تحافظ، كان يضحك ويتريق ويقول له يا عم سكر ايه، سيبها لله، الاعمار كلها بايد ربنا سبحانه وتعالى. ابوه هو سمير ولي الدين اللي قدامك في الصوره ده، اللي كان عامل دور الشاويش حسين في مسرحيه شاهد ما شافش حاجه مع عادل امام. ابوه كان شغال مأمور ضرايب، وجنب الشغلانه بتاعته كان بيروح يمثل ادوار كومبارس في السينما وفي المسرح عشان تساعد على المعيشه. وده يا سيدي اللي ولد عند علاء ولي الدين حبه للتمثيل. كان شايف ابوه دايما يقول له رايح فين، جاي من التصوير، رايح التصوير، فبدأ يحب الموضوع ده. ولكن لما ابوه يبلغ من العمر 40 سنه بيموت ويتوفى الى رحمه ربنا. ساعتها بقى المسؤوليه كلها بتيجي على كتف علاء ولي الدين، لانه هو كبير ولازم هو اللي يعول الاسره بعد ابوه. فبدا يشتغل شمال في يمين، يشتغل شغلانات كتير جدا، لدرجه ان هو بدا يخش خلاص التمثيل بس مش قدام الكاميرا، ورا الكاميرا، يعمل شاي للمصورين ويعمل شاي للمسرح ويعمل مش عارف ايه، يظبط كاميرا هنا، لحد ما ربنا صلح حاله وبدا خلاص يعمل ادوار قدام الكاميرا، واحده ورا الثانيه ورا الثالثه، لحد ما ربنا فتحها عليه وطلع علاء ولي الدين وبقى هو النجم اللي احنا كلنا نعرفه. وفي عام 2003 بنصحى على خبر وفاته في اول ايام عيد الاضحى. تعال ما اقول لك على الرؤيه الغريبه اللي كان بيشوفها علاء ولي الدين. الرؤيه ديت اللي اتنبأت فعلا بوفاته. علاء ولي الدين شاف رؤية ان هو واقف في مكان ضلمة جدا، ظلام دامس، وماسك بعصا سليمان، وحوالين العصا ديت دود وسوس عشان يرمي العصا ويصحى من النوم مفزوع. كان عنده صديق بقى واحد بيفسر الاحلام في الوقت ده اسمه سيد حمدي، اتصل بيه وقال له يا سيد على الحلم والرؤية كذا كذا كذا، عشان هنا يسكت سيد حمدي وما يردش. علاء يتخض ويقول له خير يا سيد، قول في ايه؟ يقول له علاء انت في غم وكرب، قرب شويه من ربنا. وفعلا تتكرر الرؤيه تاني لعلاء بعد كذا فتره، بس المره التانيه اللي الرؤيه دي اتكررت فيها كان الدود والسوس بدا ياكل خلاص نص العصايه عشان يرمي العصايه ويرجع يتصل بالسيد حمدي تاني. هنا سيد يسكت برضه وعلاء يقول له في ايه؟ يقول له يا علاء انت في غم وفي كرب، قرب شويه من ربنا. ويجي علاء ولي الدين يسافر البرازيل عشان يمثل فيلم العربي تعريفه، وهو في البرازيل بيشوف الرؤيه للمره الثالثه، بس المره دي كانت مختلفه تماما. الظلام كان اكثر دماسا، الدود والسوس كل العصايه كلها، عشان يتصل جري بسيد حمدي ويقول له يا سيد حصل كذا وكذا وكذا. هنا سيد حمدي يقول له يا علاء، يصر علاء ولي الدين ان هو يصرحه بالحقيقه، وسيد حمدي ما كانش قدامه غير ان هو يقول له يا علاء انت حظك في الدنيا قليل. يقول له يعني خلاص انا كده هموت؟ يقول له الاعمار بايد ربنا سبحانه وتعالى. وينزل كاست الفيلم بتاع العربي تعريفه ده عشان يقضي اجازه عيد الاضحى في مصر، ويروح علاء ولي الدين بيته يجيب الاضحيه اللي هيضحي بيها ويسلم على والدته وياكل ويقول لها انا هخش انام لي ساعه بقى على ما تذبحوا كده، لان انا نفسي اوزع اللحمه ديت بايد السنه دي. ويخش علاء ولي الدين يريح ساعه، يخش اخوه معتز عشان يصحيه يلاقيه متوفي، ما بيردش عليه، واقع على الارض واخوه يصح فيه، هو ما بيردش عشان يموت علاء ولي الدين
اول ايام عيد الاضحى. الغريب والجميل بقى ان علاء ولي الدين بتقول حنان ترك في الايام دي لما كانوا في البرازيل كان دايما كده بياخد ركنه ويذكر ربنا سبحانه وتعالى، كان محافظ جدا على الصلاه وعلى قراءه القران، وكانه كان حاسس كده ان هو قريب هيقابل وجه كريم. قبل ما يموت علاء ولي الدين بسنه راح اشترى لنفسه قبر، القبر ده كان بيجيب شيوخ كل جمعه تروح تقرا فيه قران، وكانت تستغرب والدته جدا من اللي بيعمله، يقول لها يا حاجه ده ديت الدار الاخيره، دي الحاجه اللي باقيه لنا، الدنيا ديت مش باقيه لحد. المهم بقى اخوه معتز بعد ما علاء مات ب 19 سنه كانوا بينقلوا جثمان علاء ولي الدين من القبر بتاعه لقبر العيله في مكان تاني، وتفاجئ ان جثمان علاء ولي الدين لسه بذاته، ما تحللش ابدا، كان مصدوم. هنا العلماء قعدوا يقول لك ده طبيعه التربه والتهويه اللي في التربه، ولكن العلم عند الله سبحانه وتعالى، الله اعلى واعلم. يا ريت يا جماعه لو انت وصلت معايا للثانيه ده، ولو في يوم حبيت الراجل ده ادعي له بالرحمه، واشوفك في فيديو جديد.